السلام عليكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. سوف نكمل حديثنا عن الرواية في طنجة بعد محمد شكري، وسوف نخصص هذه الحلقة للحديث عن ظاهرة الميت سرد. تيار ما بعد الحداثة كان له تأثير كبير على كل مناحي الحياة، بما في ذلك الفن والإبداع، وقد ترك هذا التيار أثره كذلك على الإبداع الروائي، فقاده نحو ما يسمى بالتجريب، الذي أسهم بقوة في إغناء الإنتاج الإبداعي والنقدي على حد سواء. ولعل من أبرز مظاهر التجريب في المجال الروائي نجد ظاهرة الميتا سرد. نجد هذه الظاهرة هي امتداد للميتا لغة التي ترجمها الدكتور زكي نجم محمود باللغة الشارحة. يتفق معظم الدارسين على الدور المحوري للروائي والناقد الأمريكي ويليام جاس في الظهور والاستخدام لمصطلح ميتافيكشن على الساحة النقدية، وذلك بتوظيف المصطلح في مقالته المعنونة بالفلسفة وشكل القص. أرجع الناقد رسول محمد رسول البدايات الأولى لهذا المصطلح إلى بداية القرن العشرين، وبالتحديدا عام 1906، وبشكل خاص مع الناقد الألماني موتيز جولدشتاين، الذي درس السرد داخل السرد في حكايات ألف ليلة وليلة. ولا يمكن تجاهل كذلك جهود الناقدين جيرار جينيت وتيزفيتان تودوروف في تأصيل هذه الظاهرة وممارساتها وتطبيقاتها في الكتابة الروائية. هذا المصطلح انتقل كذلك إلى النقد العربي من خلال المثاقفة، ولعل أوائل الدراسات حول هذا المصطلح نجد دراسة الناقد المغربي سعيد يقطين المعنونة بالقراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب الصادر سنة 1985. كذلك هناك دراسة أخرى للروائي محمد عز الدين التازي المعنونة بمفهوم الروائية داخل النص الروائي والصادرة سنة 1988. كذلك نجد دراسة لرشيد بن حدو حين تفكر الرواية في الروائي الصادرة سنة 1989. ونجد هناك دراسة أخرى للناقد العراقي محسن جاسم موسوي ثارات شهرزاد فن السرد العربي الحديث الصادرة سنة 1993، وهذا الناقد يهتم كثيرا بدراسة ألف ليلة وليلة. نكمل حديثنا حول الرواية في طنجة بعد محمد شكري. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.